بدات واحده واحده. واجهت مشاكل كتير، منهم موقف حصل معايا. دخلت فرح صورته وما كنتش عارف العريس. يعني انا كنت دايما بشتغل في محلات لبس عشان اخد مرتب اخر الشهر، اجر كاميرات اصور بيها افراح وانا ما اعرفهاش، اوكي. عايز داتا، عايز اتعلم. الفرح ده كان في سونيستا، مش هنسى اليوم ده. العريس شافني، فالمصور اتضايق ان العريس جاي واحد تاني مكانه، فبيقول للمصور العريس، فالعريس بيقول له انا ما اعرفوش. جيت كاستم فرح. ده كان اسوأ يوم. لازم يعني. ده كان اسوأ، وفعلا فرمت، خلاني فرمت الكارت والكلام ده كله. فمرات انت جايب حد مكانه يعني. اللي هو انت مين اصلا؟ انا قلت له والله انا بتعلم تصوير وانزل اسوق افراح واسلمك الداتا. كنت دايما بعمل كده. في اللي كان بيقبل، في اللي كان لا. يعني انت بدايتك وبدايه شغفك عشان تحقق النتيجه دي، حتى لو ما بيطلبش منك شغل، كنت انت بتروح كنت للناس بنزل وتقول لهم انا هصور واديكم الماتيريال؟ بالظبط، كنت بنزل والله واصور دي شجاعه صحابي، منك. واحنا حتى في اسكندريه والكلام ده كله. يعني دي اول نصيحه ممكن للناس، ان هو مش لازم يبقى فيه يعني شغل دلوقتي هتشتغله، انت اطرح الشغل. بالظبط.